يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. دايما بنسمع الجملة الشهيرة: الهجوم بيكسبك ماتش بس الدفاع بيكسبك بطولة. بس الحقيقة ان الكلام ده ناقص. الكورة يا صديقي لا هي هجوم بس ولا دفاع بس، الكورة هي لعبة توازنات. لو كفة طبت عن التانية الفريق بينهار. النهاردة هنفصص مع بعض يعني ايه توازن من منظور تحليل الأداء، وليه المدربين الكبار بيسهروا الليالي عشان يظبطوا الشعرة اللي بين الاندفاع والتحفظ. السؤال المهم يعني ايه توازن؟ بص يا سيدي، في تحليل الاداء عندنا حاجه اسمها الترانزيشن او التحولات. التوازن ببساطه هو قدره الفريق انه يكون جاهز للحظه اللي بيفقد فيها الكرة وهو بيهاجم، وفي نفس الوقت عنده كثافه وهو بيدافع عشان يقتل المرتدات. الميزان الهجومي مش انك تندفع بكل لعيبتك قدام، لازم تسيب تأمين وراك اسمه ريست ديفنس. والميزان الدفاعي مش انك تركن الاتوبيس، لازم تسيب متنفس او اوتلت يخرجك من الضغط. خلينا دلوقتي نتكلم عن الميزان الهجومي. تخيل فريق زي مانشستر سيتي او ليفربول ضاغطين بسبع لعيبه في تلت ملعب المنافس. لو الكرة اتقطعت الفريق ده هيتدمر بالمرتدات، الا لو عاملين ما يسمى بالتوازن الوقائي الريست ديفنس. يعني مثلا الباكات بتضم للقلب، تتحول لانفيرتد فول باك، ولاعب الارتكاز رقم 6 بيبقى قافل الملعب. الهدف انك وانت بتهاجم تكون راسم شكل دفاعي يمنع المنافس انه يتنفس لو خد الكوره. على الناحيه الثانيه الدفاع الغشيم اللي بيدافع ب10 لعيبه تحت الكوره من غير خطه هجوميه ده فريق ميت اكلينيكيا. التوازن الدفاعي الصح معناه تضييق المساحات او الكومباكتنس مع تحديد محطه هجوميه زي صلاح او فينيسيوس بيبقى واقف في مساحه ميته عشان اول ما الكوره تتقطع نضرب الميزان بتاع المنافس. المشكلة ان الميزان ده حساس جدا. لو زودت لاعب في الهجوم عشان تسجل انت بتخاطر بثغرة في الدفاع، ولو رجعت لعيب يغطي انت بتقلل حدتك الهجومية. هنا بيجي دور محلل الاداء، امتى نعمل هاي بريس وامتى نرجع نقف ميد بلوك. القرار ده هو اللي بيفرق مدرب عبقري عن مدرب حافظ مش فاهم. في الاخر الكورة هي لعبة ذكاء، اللي بيكسب مش اللي بيهاجم اكتر، اللي بيكسب هو اللي عارف يسيطر على الميزان ده وما يخليش كفة اتقل من التانية. قول لي بقى في الكومنتات مين في رأيك اكتر مدرب في العالم حاليا بيعرف يعمل توازن مظبوط بين الهجوم والدفاع. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش متابعة، لايك، شير عشان يوصل لك كل جديد في عالم التكتيك. سلام.